ازاي ترجع الطرف التاني لحياتك مرة تانية وليه اصلا هو مشي؟ قبل ما اقولك اعمل حفظ الفيديو ده لان ناس كتير منكم بتسألني السؤال ده. في الاول خليني اقولك انك انت اللي بتكون السبب في ان هو خرج من حياتك، لانك ببساطة بتديله اكتر بكتير ما بتاخد، سواء اهتمام، حب وهكذا. مفيش توازن. هيرجع على حياتك في حالتين بس: اول ما يتصدم من الناس اللي افتكر انهم احسن منك، اول ما يستوعب ويقول ده اللي كان عندي وانا ضيعته، ساعتها هيرجع لحياتك. دايما بيسيبوا العلاقة لما بيضمنوا وجودكم، فبيكونوا عايزين يجربوا حاجة مختلفة وجديدة. الحالة التانية لما تقلب عليه الترابيزة ويشوف شخصية مغايرة تماما للي هو اتعود عليها، وهي انك تبطل تبعتله وتبادر، تبطل تكون دايما خايف انه يسيبك، ولو خايف ما تبينش ده قدامه. لو رد ببرود ترد ببرود انت كمان، وهكذا. وفي سر هقوله محدش هيقوله لك، وهي ان الانسان دايما مش بيميل للشخص اللي بيقول حاضر ونعم ويسمع الكلام في كل حاجة. انت بتفتكر انه كده هيحبك وهيكون عايزك، ولكن ده طبعا بيجي بنتيجة عكسية. لا، خلي عندك شخصية، اعمل اللي انت عايزه بس يكون صح. وفي الاخر هيتصل بيك، هيبعت لك مسجات، هيعمل المستحيل علشان يوريك ويثبت لك قد ايه اتغير علشان ترجع له. ما تنساش اللايك والفولو الفيديوهات اكتر زي دي. سلام.